بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. روتين يوم الجمعة، يلا نشوف يوم الجمعة عملنا ايه. طبعا نزلنا روتين يوم الخميس اللي كان كله حماس ونشاط كده في الشقة. فطبعا يوم الجمعة ما عملناش اي حاجة، كان الروتين بتاعنا كله في المطبخ. فكان نازل نعمل فطار حلو كده ونعمل بقى ايه، أكلة متينة زي ما بيقولوا. هنعمل مع بعض أكلة حلوة جدا جدا النهاردة اللي هو يوم الجمعة. بس أول حاجة أنا نزلت كان ناقصني طماطم وكده، جبت عيش وجبت طعمية وجبت بتنجان. قلت ايه، نعمل كده سندوتشات كمان، مش هنعمل فطار اللي هو بقى نجهز فطار وكده، لا قلنا هنعمل كده سندوتشات سريعه. كل واحد كده ياخد سندوتش في ايده وكوبايه شاي، علشان طبعا ايه ما يكونش عندي مواعين تاني في المطبخ او حاجات كتير، والاكله اللي انا هعملها هتاخد معايا وقت، فعايزه لها ايه وقت. عملنا كده سندوتشات طعميه على بطاطس كده على بتنجان، وهنعمل الشاي وهنقعد ايه نفطر. يلا بقى نشوف الذخيره بتاعتنا دي او الكيس دي في ايه. كيس في كذا كيس جوه كيس جوه كيس. فيلا نفتح ونشوف الاكله بتاعتنا. المفاجاه النهارده هنعمل ايه. شوف كام كيس حطاها في الفريزر، في كام كيس هنشوف دلوقتي تستاهل ولا لا. يلا بينا بقى نفتح الكياس كده عشان نشوف اكلتنا النهارده هتكون عباره عن ايه. يلا لو انت جديده عندي في القناه ادعميني باللايك والاشتراك، ارفعوا معايا فيديو. كل مره بنزل فيديو ما بيجيبش اي مشاهدات اللي انا عايزاها، بس املي في ربنا كبير ان شاء الله ان اكيد هيجي الفيديو اللي هيسمع معايا والقناه هتكبر بيه والناس كلها هتعرفني. انا مش همل ومش هيأس، يعني انا هفضل، ده حلم وهفضل هجري وراه. محدش عارف انا عامله القناه دي ليه او لظروف ايه، كل واحد ربنا اللي عالم بظروفه. بس فعلا انا عامله القناه دي علشان انا حاجه في نيتي باذن الله، بس ربنا يسهل كده والقناه تكبر بيكم باذن الله. شفتوا بقى هنعمل اكله ايه، ممبار وكرشه. هجيب بقى كده طبعا الكرشه نضيفه وكل حاجه اللي هي زي بيضه زي الفل، بس طبعا عايزه تتنقع وعايزه تفك في الميه. والممبار برضو هتشوفوه معايا ابيض وزي الفل، بس هي كل حاجه بقى عايزه تتغسل غسله نضيفه كده، وتحط عليها شويه ليمون وتتنقع بملح عشان تنزل اي زفاره فيها. وهنطبخها مع بعض بطريقه حلوه جدا جدا. فعلا كان طعم الصلصه بتاعتها تحفه، والممبار كان زي السكر. شايفين كمان الممبار بتاعي عامل ازاي. انا مطلعاهم طبعا من الصبح، بس الجو كان ساقع ما كنتش لسه حطيتهم في ميه. يعني انا نزلت جبت الطماطم. كلنا عارفين الطماطم اليومين دول غاليه جدا، ربنا يستر علينا بصراحه. مش عارفين نعمل اي حاجه من غلو الطماطم غاليه. يعني اقل يوم تجيبي فيه الطماطم بتجيبيها ب 12 جنيه. وبيقولوا لسه المشكله دي هتفضل لحد يوم 28 نوفمبر تقريبا، الشهر اللي احنا فيه ده. في شهر نوفمبر اللي احنا فيه ده هتفضل لسه لحد اخر الشهر. على بال هما بتوع الصعيد بلاد سوهاج وكده بيقولك هيتروح المحصول بتاعهم الجديد ده، الخبر يعني اللي انا سمعته. فلسه قدامنا كمان لحد اخر الشهر لحد ما الطماطم ترخص. بدأت دلوقتي ان انا انضف الخضرة. انا بعشق الخضرة الفلاحي في المحشي، بيكون ليها ريحة حلوة جدا. نضفتها عشان طبعا انا كنت جايباها من اول الاسبوع، من يوم الاحد كانت عندي في التلاجة. كنت في السوق وجبتها، فنضفتها كده ونقعتها. بس فعلا ريحة الخضرة الفلاحي في المحشي ريحتها حلوة جدا جدا عن الخضرة اللي هي بتبقى متربطة دي. انا لما بحب اعمل اي نوع محاشي بحب اجيب لها اول خضرة اللي هي السايبة البلدي دي. جبت بقى طبق كبير كده ونقعت فيه الممبار علشان يعرف يفك، عشان الحق اخلص يومي ما يضيعش مني، عشان كلنا عارفين يوم الجمعة ده بيطير في ثانية كده. يا رب جمعة مباركة علينا كلنا. بدأت بقى ان انا احضر الحاجة بتاعه الصلصة بتاعتي كلها، صلصة الممبار وصلصة الكرش. فجبت البصل. هبدأ دلوقتي ان انا انضف البصل بتاعي وهقشر الثوم، وهنضف الطماطم عشان اضربها في الخلاط زي ما انتوا شايفين. بدأت بقى ان انا انضف كل حاجتي، وهضرب طبعا القوطة بتاعه الكرشة وهضرب القوطة بتاعه الممبار وهصفيها، عشان كده كل حاجة تبقى حواليا. لما الممبار والكرشة يفكوا اكون مثلا انا عملت ايه، صلصة الممبار. هجهز حاجة الممبار، هتكون الكرشة فكت، هقوم جاية شغالة في الكرشة وسايباها طبعا على النار. وانا بحب قوي اعمل الاكل ياخد غلوة، ومادام انا مش محتاجاه دلوقتي بحب قوي ان انا اهدي عليه. كل لما تهدي على الاكل فعلا كل لما هتاخدي اكل طعمه حلو. يعني ما دام انت مش محتاجه الاكل دلوقتي هدي عليه. نضفت البصل وقشرت الثوم، وهبدا دلوقتي
هبدأ دلوقتي بإذن الله بقى ان انا انضف الطماطم بالمرة علشان اضربها في الخلاط، يبقى انا كل حاجة حواليا جاهزة زي ما انا قلت لكم. هجهز مثلا صلصة الممبار لحد ما الحاجة تفك حواليا. وانا في اليوم ده قايمة الحمد لله شقتي كلها نظيفة، كان عندي بس الغسيل اللي احنا نشرناه مع بعض لميته طبقته فطرنا، فما كانش عندي حاجة الا الاكلة دي، فرغت نفسي ليها علشان لو خدت حتى مني وقت يبقى انا خلصت او مثلا شقتي رايقة مش حاملة هم الشقة بتاعتي. فبدأت دلوقتي ان انا ضربت شوية طماطم وبدأت ان انا اقطع طماطم تاني عشان اضربها في الخلاط، اللي هي الطماطم بتاعة الكرش. بحب جدا اصفي الطماطم، اي طماطم بعملها حتى طماطم المحشي بحب اصفيها. هبدأ دلوقتي بقى ان انا اقطع معاكم البصل عشان اعمل الصلصه بتاعه الممبار. ليه ما عملتش الممبار ني في ني؟ يعني تغيير، او قلت ان انا مثلا انا بحب اسبك الممبار مادام في شقتي، انا بحب اسبك الممبار. فعلا كان طعمه حلو جدا جدا. فبدات ان انا اقطع البصل عادي التقطيعه بتاعتنا زي ما انتم شايفين، هحط شويه زيت معتبرين وهنعمل كده شويه صلصه حلوه حلوين كده متسبكين. نزلت بالزيت وقطعت البصلتين الكبار. البصل فعلا بيسكر الحاجه جدا وبيسكر خلطه المحشي جدا. زي ما انتم شايفين كده بدات ان انا اقلب في البصلايه، نزلت عليها بشويه كمون وهنزل عليها بشويه فلفل اسود وشويه توابل حلوين كده. اول ما ريحه البصل تطلع مع التوابل اقوم جايه نازله بالطماطم على طول عشان تتسبك. شايفين ريحتها حلوه جدا جدا. تقلبتين 3 كده، اول ما البصله بس تدبل في الزيت وريحتها تطلع مع التوابل اقوم نازله بالطماطم بتاعتي على طول. نزلنا بالطماطم وهنزل بمعلقتين معجون صلصه علشان تحمر معايا الطماطم اكتر. هي الطماطم كانت حمرة، سبحان الله الطماطم غاليه وحلوه، يعني طماطم غاليه وتحس ان هي حلوه مسكره الاكل كده، وطماطم حمرة وجميل. بس انا برضو نزلت بمعلقتين معجون طماطم يحمر لي الصلصه اكتر، وكمان هتسرع معايا عمليه ان هي تسبك بسرعه. شايفين الحاجه فك كده اهي، شايفين الكرش عامله ازاي بيضه وزي الفل ازاي، والممبار جميل فل كده. يعني مش محتاج حاجه بصراحه، اللي احنا بنتعامل معاها دي الله يبارك لها بتنظف الحاجه بذمه والحاجه زي الفل. بدات بقى ان انا اقطع الكرشه، قطعيها المقاس اللي انت عايزاه او التقطيعه اللي تعجبك. كلنا عارفين ان الكرشه من النوع اللي تسويها بتقل معاكي في السوا او بتكش كده، يعني الحته دي انا كنت طبخاها قد كده رجعت حته صغننه كده. المهم انا قطعتها حته على مثلا على قد اللقمه اللي هيحب ياكلها بعيش، او على قد المعلقه اللي هياخدها بالمعلقه على طول كده. بدأت ان انا هقطعها بقى كلها عشان امسكها برضو تحت الحنفية، وهدعكها بشوية ملح وبشوية ليمون عشان دلوقتي هبدأ ان انا اطبخها عشان اقعد احشي الممبار بتاعي. بدأت ان انا اقطعها كده بالسكينة الاول، بعد كده مسكت المقص حسيت ان هو اسرع ان انا هقصقصها كده على طول. بدأت كده بقى زي ما انتوا شايفين ان انا هبدأ اقطع الكرشة بتاعتي كلها عشان برضو همسكها تحت الحنفية زي ما انا قلت لكم، شتيف كده شتيفة نظيفة معتبرة عشان هطبخها دلوقتي. كان لسه برضو حته كبيره كده اللي هي فيها الحته التخينه دي. هبدا برضو ان انا اقطعها وهشيل بقى كل الدهون اللي كانت جوه اللي انتوا شفتوها معايا دي. كل الدهون اللي جوه دي انا همسكها دلوقتي بالسكينه، اكحت فيها كده بالسكينه لحد ما نطفت معايا وطلعت كل كميه الدهون اللي كانت فيها جوه دي عشان انا مش عايزه فيها اي دهون. مسكتها كده بالسكينه قطعتها في ثواني وكانت حلوه جدا والله. نزلت كده برضو بمعلقتين سمنه حلوين، وهبدا ان انا قطعت البصلايه. الكرشه اديتها بس هي غلوه واحده في ميه، يعني غلوه واحده غليت ميه ونزلت بالكرشه ونزلت بشويه فلفل اسود. غلت غلوتين 3 وقمت مصفياها تحت النار. هديها بقى دلوقتي تشويحه كده واكمل سواها في الصلصه. كانت حلوه جدا. نزلت بالبصلايه اللي انا قطعتها مع معلقتين السمنه، واول ما البصلايه تتشوح شويه صغيرين دقه كده من 4 ل5 فصوص توم كبار. التوم بيدي الكرشه طعم حلو قوي. هبدا انزل دلوقتي كده من 4 ل5 فصوص توم مع البصل والسمنه. اول ما يتبلوا وريحه التوم مع البصل مع السمنه مع شويه الفلفل الاسود والملح اللي انا دقه بيهم التوم، اول ما ريحتهم دول كلهم تطلع مع بعض هنزل دلوقتي بالكرشه بتاعتي. نزلت بالكرشه، شايفين الحته انا بقول لكم كنت مقطعاها قد كده بقت عامله ازاي. سبحان الله بتكش قوي الكرشه، يعني مهما كنت جايبه كميه بتقل معاكي كده. هبدا دلوقتي ان انا اقلب بقى لحد ما ريحه الثوم تطلع والبصل مع الكرشه. هقوم نازله بالطماطم. دي طماطم انا ضربتها في الخلاط وصفيتها، هقوم نازله بالطماطم على طول اهو.
مفيش فيها اي حاجه. هقلبها برضو تقليبه، هرش عليها رشه فلفل اسود صغيره، حابه تحط لها مكعب ماجي حط لها، هضيف لها برضو معلقتين معجون صلصه او معجون طماطم. هتغلي معايا غلوه زي ما انا قلت لكم، وهدي عليها واسيبها مع نفسها خالص. هقعد بقى دلوقتي ابدا ان انا احشي الممبار بتاعي. اول ما تغلي الغلوه معايا هسيبها. يلا بقى نحشي الممبار. بنحشي الممبار بطريقه حلوه جدا، بطريقه سهله جدا. مهما كانت عندك كميه الممبار هتحشيها جري وفي ثواني. انا بفتح بايد كده وبالايد التانية بلم على طول. وبرده وانت بتحشي الممبار ما تملهوش قوي علشان يبقى مفلفل معاكي في السوا وتبقى الرزايه مستويه. هحشي الممبار وهقوم على طول اكون غليت حله الميه. لازم تحطي الممبار في ميه مغليه مش ميه سخنه بس، لا لازم الميه تكون غليت معاكي عشان اول ما تسقطي الممبار يقوم جاي مقفل من الجناب. دلوقتي بقى هنشوف شكل الكرشه وهنشوف شكل الممبار بتاعنا. شكله حلو جدا، بس للاسف مش عارفه الفيديو بتاع تقديم الاكل ما لقيتوش عندي على التليفون. سامحوني، انا قلت لكم الطريقه وقلت لكم عملت ايه يوم الاجازه وروتين الاجازه بتاعي. اتمنى الفيديو بتاعي يعجبك، وهتشوفوا دلوقتي شكل الممبار وهتشوفوا شكل اللي وانا بحطه وشكل الكرشه. دوسيلي بقى لايك وادعميني في القناه. هتوحشوني جدا جدا لحد الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.